البلاي ستيشن كانت بلاي ستيشن أصلاً ولا كانت حاجة تانية؟ الحصرية المنتظرة من مايكروسوفت ستارفيلد تفتكر ممكن تاخد منك وقت جيم بلاي قد ايه؟ لو قلت لك مش هتصدقني. العاب السولز، ايه اللي بيخليها اصعب من اي لعبه تانية؟ وازاي تتعامل معاها؟ اسطوره النهارده بتقول ان اللعبه بالدراعات او الكنترولرز الوايرلس اريح من اللعب بسلك، الكلام ده صح ولا ايه؟ عايزين تعرفوا اكتر؟ اتفضلوا معانا. انا شريف جويفل وده برنامج اكس او. تعرف ان البلاي ستيشن ما كانش بلاي ستيشن؟ في سنة 1988 سوني عملت اتفاق مع نينتندو علشان تديها تكنولوجي السي دي روم في جهاز السوبر نينتندو قبل ما ينزل، وعملوا بروتوتايب او نموذج اولي وسموه نينتندو بلاي ستيشن. ولما جم يتفقوا على الفلوس الموضوع ما مشيش، وسوني خدت بعضها وراحت عامله لنا بلاي ستيشن 1 وقلبت عالم الجيمنج في يوم وليله. بالمناسبه في نسخة من نسخ نينتندو بلاي ستيشن اتباعت في مزاد في 2020 ب 360 ألف دولار، وده لأن عددهم نادر جدا وما اتعملش منهم غير 200 جهاز بس. في مؤتمر مايكروسوفت الأخير أعلن بيت هاينز أحد المسؤولين في شركة بثيسدا إنه قضى أكتر من 160 ساعة بيلعب ستارفيلد ولسه ما خلصهاش. ستارفيلد هي أكبر حصرية الناس مستنياها من مايكروسوفت وبقالها 20 سنة بتتعمل. عالم اللعبة في الفضاء وهتشوف مجرات تانية، والأحداث سنة 2130. ستارفيلد هتكون متاحة ببلاش لمشترك الجيم باس من أول يوم. أنا عن نفسي مش قادر أتخيل حجم اللعبة هيكون عامل إزاي. ألعاب السولز غير أي ألعاب تانية في الدنيا، تحسها كده ألعاب مش عايزة تتلعب أو صعبة بزيادة، زي كده ديمون سولز، دارك سولز، إلدن رينج وغيرهم كتير قوي. تعال أقولك إزاي تتعامل أو تحاول إنك تتعامل مع النوع ده من الألعاب. مبدئياً كده مفيش ميني ماب أو أوبجيكتيف، اكتشف، عيش، وخلي بالك أنت رايح فين، علشان اللعب دي بتتوهك. ما تروحش تدور على ووك ثرو قبل ما تلعب، جرب نفسك الاول وحس العالم اللي انت بتلعب فيه وبعدين اعمل ما بدالك. اتعود انك تاخد على دماغك بجد والله، هتنضرب وهيطلع لك اعداء من كل حته وهتحس انك قد كده عادي. خليك فريش، العب وركز وابتدي الليفلنج بتاعك واحده واحده وهتلاقي نفسك اقوى وقادر تتغلب على الاعداء. بس ما تروحش العدو اقوى منك، اوصل لمستواه الاول وبعدين شوف ايه ظروفه بقى. استحمل الحوارات والدايلوج الكتير لانك بتفهم اللعب دي من خلال الحوارات دي. اختار الابجريدز اللي تمشي مع شخصيتك، زي إلدن رينج مثلا ممكن تبقى هيرو، بانديت، ووريور، بريزونر، وانت ودماغك بقى. وكل شخصيه من دول لها اسلحه وطرق معينه. ركز واعرف انت بتعمل ايه، ولو قعدت اعدلك مش هنخلص من العاب السولز. واحد لذيذ قوي قالك ان اللعب على البي سي او الكونسول بدراع وايرلس اسهل واريح مما تلعب بكابل. المعلومه دي صح وغلط. اكيد اريح لك انك تلعب بوايرلس كنترولر، ولكن انت كده مش واخد بالك من حاجه مهمه، الريسبونس تايم والديلي او معدل الاستجابه والتاخير. لما بتلعب بكابل التاخير او الديلي بيبقى 0 ومعدل الاستجابه بيوصل ل1 ملي سكند. طبعا ده على شاشه جيمنج مش على تلفزيون. اما الوايرلس بيعمل ديلي وبيتاخر احيانا، وبسبب كده ممكن يقابلك حاجات زي الفريم دروبس او الستاترينج، وانت في غنى عن كل ده. وطبعا الكابل مهم جدا بالذات لبتوع الشوترز، الثانيه الواحده بتفرق، يا توقع اللي قدامك او هو يوقعك في جزء من الثانيه. دي كانت حلقه النهارده، لو عجبتك الحلقه دوس لايك واعمل شير وما تنساش تعمل سبسكرايب. كان معاكم شريف جويفل واستنونا في حلقه جديده من اكس او. سلام.